دي بقى يا جماعه نهايه الفيديو. طبعا هختم معاكم اهو، بس هشرح لكم. دي الكفته اهي يا جماعه، دي الكفته اهي. رز. هتقولي الاكل ده هتاكلوه ازاي 4 الفجر يا مربان؟ لا، الساعه 4 ونص و5 بالظبط. طبعا احنا دونا عن الاخرين يا جماعه، حلينا قبل ما ما نحدق، لان البسبوسه خلصت قبل ما الكفته تتعمل. يعني عملت البسبوسه قبل ما اعمل الكفته، فقعدوا ينقروا فيا يقول لك يا ماما ايه انت صحتينا، فهندندن بقى شويه قدام التلفزيون لحد ما تخلصي الاكل. فكان في رز سخنته. طب يا ابو محمد رز؟ قال لك اه كفته يبقى رز هيشبعنا كمان مع العيش مع الاكل. السهره صباحي يعني طول ما انت قاعده بتجوعي. سلطه بقى مشطشطه كان عندي طبق شوربه لسان عصفور سخنتها. وهنا كان في مايونيز فرخه سخنته مع الكفته في اواخر في اواخر وهي بتخلص. ريحه الكفته تحفه. عارفين كفته ام روفان، والعيش بقى المحمص بتاع ام روفان. قلت بقى احط هنا عشان على بال ما ياكلوا يبهدلوا الدنيا بقى وياكلوا البسبوسه، بقيه البسبوسه